السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي. العربية دي المرسيدس بنز سي 180 الكوب اللي هي بابين بس. العربية دي موديل 2020. هنتكلم عنها بشكل عام. الميزة وأحلى حاجة في العربية دي إن هي جمعت في وجهة نظري أنا ما بين حاجتين مهمين جدا، اللي هو اللكشري. عربية لكشري جدا، طول بعرض باوبشن بشياكه، بصراحه شياكه قوي. وما بين الطابع الرياضي، يعني سبورت لاكشري. يعني دي مش حاجات فيها، في حاجات يا لاكشري يا سبورت، دي جمعت ما بين الاتنين بشكل جميل جدا. تمام. العربيه هي بابين، ولكن برضو فيها كرسي ورا، وبرضو مساحته حلوه مش ضيقه. زي ما احنا شايفين تصميم العربيه كده، الشبكه الاماميه بعلامه مرسيدس الكبيره العريضه بالفوانيس الليد، والشبكه اللي هي عامله زي قرص العسل دي كده، يعني بصراحه مديه للعربيه. يعني بص، في فخامه وفي لاكشري وفي سبورت مما لا شك فيه. ده كله بالنسبه للانطباع الخارجي بتاع العربيه. طبعا هتحس ان هي طويله وعريضه، العربيه مش صغيره خالص. تمام. يعني عندنا مثلا الطول الكلي العربيه 4 متر 751، العرض متر 820، وطول قاعده العجلات 2 متر 865، 2 متر 865. فادتنا مساحات حلوه قوي قوي. طبعا الفئه اللي معانا دي اللي هي الاي ام جي، اللي هي كل حاجه في كل حاجه. اعلى حاجه نزلت فيها طبعا الكراسي الكهرباء بالتحكم في الباب، الفرش اللي هو الكنتره، العدادات الديجيتال. وبالاخص العربيه اللي معانا دي، مع انها 2020 بس، كمان شوف الانيميشن ليد اللي قدام بيقعد يظبط نفسه بقى ادابتيف مع الطريق، مع العربيه اوتو يعني. سيب لها نفسك اعمل النور على الاوتو وسيب كل حاجه. اللينسز هي بتظبط نفسها بنفسها. طبعا بص، انظمه القياده او الدرايف مودز في العربيه دي رهيبه. فعندك الايكو والنورمال والكومفورت، وعندك بقى السبورت. فعلا فعلا انا جربت العربيه دي على النظام السبورت، بتتحول والله بتتحول. خلينا بقى ندخل على الموتور اللي في العربيه دي. هو موتور 1500 تربو، بيدي 156 حصان وعزم دوران 250 نيوتن. وده على فكرة بيدينا استهلاك في البنزين جميل قوي، من 6.2 لتر ل 6.5 لكل 100 كيلو، يعني استهلاكها عادي جدا. هنطلع نجرب العربية كده مع بعض. بتدي تسارع، هي متوصلة، كل ده متوصل بناقل حركة جي ترونيك من 9 سرعات، فبتديك اكسلريشن رهيب جميل. بيوصل مثلا، يعني ممكن مثلا من 0 ل 100 في 8 ثواني و6 من 10. بص انا يعني دوسه بسيطه كده والعربيه بتتحول معايا. انا تقريبا هجيب على السبورت دلوقتي. كمان الجريب بتاع العربيه والبادي رول والحاجات دي، يعني هديها 10 من 10 كلها. العربيه الطول بالعرض بتاعها بتديك هاندلنج رهيب، ثبات مش ممكن والله العظيم. عربيه بجد يعني. شكرا للي اخترعها. اديتك يعني بدل ما تركب المرسيدس السي العاديه، لا السي الكوب دي بقى فكره تانية، فكره تانية كده، مدياك حق رياضي غير عادي. لان السي العاديه اللي هي باربعه باب دي يعني مرسيدس سي لاكشري بس. لكن دي اللاكشري في سبورت، الاتنين مع بعض عاملين دويتو جميل قوي. تمام. احنا قلنا التسارع بتاعها حوالي 8.5 ثانية، بتكون جبت ال 100 كيلو، وده رقم يعني مش وحش خالص على الحجم وعلى الوزن اللي انت ماشي بيهم في العربية. تمام. السرعة القصوى للعربية تقريبا بتوصل لحد 200 كيلو، 230 كيلو متر في الساعة تقريبا. مع حجم شنطة على فكرة. يعني احنا بنقول كوب وبتاع، لا هي مش يعني، انا برضو بقول فيها لاكشري. الشنطة بتاعتها 490 لتر، يعني 500 لتر. فبرضه معاك شنطة حلوة. الكرسي اللي ورا مش وحش خالص. طبعا انا يعني كان نفسي تبقوا معايا في التست درايف المتواضع اللي انا بعمله ده. انا مش عارف اعمل اكتر من كده، يعني انا طلعت بس بجربها كده بنفسي عشان اديكم انا انطباعي عنها. طبعا الانطباع زي ما انا قلت، هاندلنج، جريب، بادي رول، الحاجات دي كلها فيريفايد، عدت منها بزياده. تمام. وبعدين كمان في احساس في المرسيدس كده دونا عن باقي الماركات كده. طبعا زي ما احنا شايفين سقف بانوراما. تمام. الفرش السقف الداخلي اسود، فده برضو بيعزز الطابع الرياضي معاك اكتر. وبعدين كمان بقى اللي عايز اقوله، الطقم
الطاره يا جماعه، الطاره اللي انا بلف بيها دلوقتي دي، احساسها في المرسيدس غير اي عربيه. انا احساسها اختلف معايا ما بين السبورت وما بين الكومفورت. الطرب تحس كده ان هو يعني، ما اعرفش، بس هو اللي راكب مرسيدس هيعرف فيه، هيحس الموضوع ده ما بيتشرحش، هتحس بيه. رهيبه والله العظيم ما شاء الله يعني. اتمنى يكون عجبكم الريفيو، تعملوا سبسكرايب للقناه واشوفكم